السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبات الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة شاملة على الوحدة الأولى. هناخد فيها إن شاء الله شرح النحو، الاستثناء والمقصور والمنقوص والممدود، وإن شاء الله نشرح الكناية، وبعد كده هنشرح العصر العباسي بإذن الله. تابعوا معانا وخليكم معانا لحظة بلحظة، إن شاء الله ما يفوتكوش حاجة، وإن شاء الله هنوصل لكم الوحدة كلها بشرحها في أسلوب سلس جدا وبسيط وميسر. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي الأول كده هناخد العصر العباسي. الأدب في العصر العباسي. في البداية كده يا شباب عايزين نعرف يعني إيه عصر عباسي. العصر العباسي هو من منطلق التاريخ بيقول لي العصر العباسي هو الفترة من سنة 132 هجرية حتى سنة 656 هجرية، وده يعتبر أطول العصور الأدبية اللي مرت على الأدب العربي، وهي أقوى دولة كانت موجودة في الدولة الإسلامية كلها وأطولها. طيب هو إزاي أصلا بدأ العصر العباسي؟ قال لي العصر العباسي بدأ بثورة أبي مسلم الخراساني لما حدثت في العراق وامتدت إلى الشام ودمشق. طيب ثورة أبي مسلم الخراساني دي إيه اللي حصل فيها أو إيه النتائج المترتبة عليها؟ لما يجي يقول لي ما النتائج المترتبة عليها، أقول له إيه بقى يا شباب؟ أقول له ترتب عليها سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. دي أول حاجة من النتائج اللي ترتبت عليه. طب الحاجة التانية إيه؟ دي رقم واحد. رقم اتنين عندي نقل مقر الخلافة من دمشق في الشام إلى بغداد في العراق. يبقى هنا من النتائج بتاعة ثورة أبي مسلم الخراساني إنه أسقط الدولة الأموية وقامت مكانها الدولة العباسية. طيب الدولة الأموية احنا عارفين إن هي من قبل سنة 40 ومعاوية بن أبي سفيان كان أمير الشام. طيب كل أنصاره موجودين حواليه. أنا النهاردة بعمل دولة جديدة بعد ثورة، هل هينفع أروح أقعد هناك عندهم عند الناس دي؟ ولا لازم انقل مقر الخلافه؟ لا، لازم انقل مقر الخلافه. طب انقلها فين؟ ننقلها عند انصارنا احنا. انصار العباسيين كانوا موجودين فين؟ كانوا موجودين في العراق. موجودين فين؟ في العراق. طيب يبقى كده ترتب عليه نقل مقر الخلافه من دمشق الى بغداد، ودي ما كانتش اول مره، لان احنا عارفين ان الدوله الاسلاميه بدات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم موجوده فين؟ موجوده في المدينه المنوره، تفضل لغايه مقتل سيدنا عثمان بن عفان، فينقل سيدنا علي الخلافه الى الكوفه، ثم بعد كده ننتقل في الدوله الامويه الى دمشق، ومن هنا من دمشق تطلع على بغداد. فيجي يقول لي سؤال: ما النتائج المترتبة على نقل مقر الخلافة العباسية أو الإسلامية إلى بغداد؟ بغداد دي يا ولاد موجودة فين؟ بغداد احنا قلنا موجودة في العراق. طيب ايه الحدود الشرعية بتاعت العراق؟ العراق اللي احنا بنعرفها دلوقتي اللي هي ايران، اللي هي دولة الفرس، دولة الفرس. فبكده الفرس كان عندهم حضارة غير العرب خالص، العرب ما كانش عندهم اي حضارة، دول كانوا مجموعة قبائل عايشة في الصحراء. طيب انا النهارده لما اخش دولة فيها حضارة زي الدولة المصرية او الحضارة المصرية القديمة هينبهروا بيها فيبداوا يقلدوها، فاقول له ايه النتائج المترتبة على نقل مقر الخلافة؟ اقول له تقليد العرب للفرس في شتى مناحي الحياة.
طيب شتى مناحي الحياه زي ايه؟ يبقى ايه النتائج المترتبه على نقل مقر الخلافه الاسلاميه الى بغداد او لتقليد العرب الفرس في شتى مناحي الحياه. طيب التقليد ده جه منين؟ قال لي جه في النواحي، او ناخد مثلا الاول كده ايه؟ الناحيه الاجتماعيه. العرب قلدوا الفرس في ايه في الناحيه الاجتماعيه؟ قال لي خد عندك يا سيدي اول حاجه كده، قلد العرب الفرس في الطعام والشراب والملبس. يعني طريقة أكل كانوا بياكلوا زيهم، الأكلات بتاعتهم، كانوا بيشربوا المشروبات بتاعتهم، المشروبات اللي هي موجودة في المجتمع بتاعهم، كانوا بيلبسوا زيهم، بدل ما بيلبس بقى إيه الجبة والعباية أو الجلابية والعباية، لا بدأوا يلبسوا زيهم بناطيل هدوم مسيرة شوية مطرزة، تمام كده. بدأوا يستخدموا ده في اللبس. يبقى قلد العرب الفرس في الطعام والشراب والملبس. طيب الحاجة التانية اللي قلد فيها العرب الفرس، قال لي قلدوهم في بناء الدور والقصور. احنا عارفين ان الحضاره الفارسيه كان كسرى ملك الفرس مثلا، كسرى كان بيقعد في ايوانه، ايوان كسرى قصره، لدرجه ان التاج اللي كان بيلبسه كسرى من تقله كان بيربط في سلاسل في السقف وهو يقعد تحتيه. ده بيدل على عظمه وهيبه الملك. فاحنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكان حكمه فين؟ كان في المسجد. تمام. الخلفاء من بعده خدوه في المسجد، الخلفاء الراشدين. بعد كده الدوله الامويه بقى ليها دار الاماره، دار الايه؟ الاماره، وده ما كانش قصور فخمه قوي يعني. انما في العصر العباسي لما اطلعوا على الحضاره الفارسيه وشافوا قد ايه ملوك الفرس كانوا بيهتموا بالقصور والاماكن اللي هم بيقعدوا فيها، فبداوا يبنوا قصور زيهم. الدور بقى بيت زي الفيلا بقى دلوقتي، وحديقه، حمام سباحه، نوافير، تمام كده. كل دي الحياه الايه؟ الاجتماعيه. التقليد اللي كان فيها ان هم قلدوهم في الطعام والشراب والملبس وبناء الدور والايه؟ والقصور. طيب لو رحنا خدنا من الناحيه الدينيه، دينيه ايه يا مستر؟ هو احنا في دين تاني غير الاسلام؟ هقول لك لا، طبيعي ان اي دوله، الدوله العباسيه دوله متراميه الاطراف، بيعيش فيها المسلمين وغير المسلمين من اليهود والمسيحيين والعلمانيين واصحاب الديانات الاخرى، فبتنتشر فيها ثقافات جديده وديانات جديده بيتبعها البعض. زي ما احنا دلوقتي بنلاقي ان في ناس مثلا بتتبع مثلا عباده الشيطان، يروحوا يعبدوا بوذا. تمام. الكلام ده كله كان موجود. طيب من الناحيه الدينيه اقول له ظهرت دعوات دينية غريبة عن المجتمع الإسلامي، خلاص كده، مثل زي إيه بقى؟ قال لي الزرادشتية، المنوية، والمزدكية. دي الدعوات الدينيه الغريبه اللي ايه؟ اللي ظهرت، لدرجه ان مثلا وزراء هارون الرشيد اعظم خلفاء بني العباس كانوا البرامكه، والبرامكه كانوا مزدكيين، كانوا بيتبعوا الديانه او المنهج او الدين المزدكي اللي هو تبع المزدك. يبقى الزرادشتيه دي نسبه لمين؟ لواحد اسمه زرادشت. دي تبع لمين؟ زرادشت. والديانات دي لسه موجوده دلوقتي يا شباب لغايه النهارده في جنوب شرق اسيا. المنويه نسبه لواحد اسمه ماني، تفتكروها بساديو ايه؟ ساديو ماني. المزدكيه نسبه لواحد اسمه ايه؟ مزدك. خلاص كده، يبقى ظهور دعوات دينيه غريبه زي الزرادشتيه والمنويه والمزدكيه. دي اول حاجه. طيب رقم 2 قال لي شيوع التحلل الخلقي. ايه التحلل الخلقي ده؟ التحلل الخلقي ده اللي احنا بنقول عليه حركه المجون والزندقه. حركه المجون والايه؟ والزندقه. ليه التحلل الخلقي؟ الشباب النهارده بيشربوا خمره زي ما احنا بنشوف شباب كتير، ربنا يعافيكم يا رب وتبقوا افضل الناس في عينكم وفي عين اهاليكم وفي عين المجتمع، وتنهضوا بالوطن ده ان شاء الله. انما هنا كان في شباب طبعا، واحنا زي ما بنشوف كده في الشوارع، شباب ما فيش دين، ما فيش اخلاق، ما عندهمش عيب، ما عندهمش حرام، بيعملوا كل اللي هم عايزين، يشربوا خمره، يقعدوا في مجالس محرمه، تمام كده.
فانتشرت حركة المجون والزندقة. رقم 3 ظهور حركة اسمها حركة الزهد. حركة الايه؟ الزهد. طب حركة الزهد دي ظهرت ليه؟ قال لي ظهرت كحركة مضادة. كحركة ايه؟ مضادة. تقف في وش مين؟ حركة مضادة لحركة المجون والزندقة. لحركة المجون والزندقة. حركة المجون والايه يا شباب؟ والزندقة. طيب هل معنى كده ان المجتمع بالتحلل الخلقي والديانات الغريبة ان المجتمع العباسي ده كان مجتمع كله فاسق فاسد؟ اقول له لا. زي ما كانت الخمارات مليانة بالسكارى كانت المساجد مليئة بالزهاد والعباد والوعاظ. فعشان كده ظهرت حركة الايه؟ الزهد. ده من الناحية الايه؟ الدينية. طيب لو رحنا بقى خدنا من الناحية العلمية والأدبية أقول له ازدهر الأدب شعرا ونثرا في العصر الايه؟ العباسي. بس كده؟ قال لي لا. وازدهرت حركة الترجمة. حركة الايه؟ الترجمة. مين اللي عمل حركة الترجمة دي يا شباب؟ هارون الرشيد، ومن بعده ابنه المأمون لما أسسوا دار الحكمة. طيب ايه كمان؟ قال لي ظهور علم اسمه علم الايه؟ علم الكلام. علم الايه يا شباب؟ علم الكلام، وما ننساهوش. طيب علم الكلام ده ظهر على يد مين؟ قال لي على يد المعتزلة. ومين المعتزلة؟ المعتزلة دي جماعة سموا المعتزلة، والقائد بتاعهم او الزعيم بتاعهم اسمه واصل بن عطاء. واصل بن ايه؟ عطاء. طب ليه ظهر علم الكلام؟ قال للرد على اصحاب الملل والنحل. يعني ايه اصحاب الملل والنحل؟ احنا عارفين ان انا عندي دعوات دينيه غريبه زي الزردشتيه والمزدكيه والمنويه، عندي المسيحيين، عندي اليهود، عندي العلمانيين، عندي عبده القمر والشمس والكواكب، والناس دي كانت كلها موجوده، الصابئين وغيرهم. طيب احنا كمسلمين عشان نروح نعمل مناظرات مع الناس دي ونبين مين الصح ومين الغلط، فكان لازم انا النهارده لما اجي اقول لك انت مثلا النهارده لو يهودي او علماني مثلا ما بتعبدش اله، واجي اقول لك والله ده في اله موجود والاله ده هو اللي بيتحكم في حركه الاكوان كلها، ده حتى القران يقول لك اثبت لي، تقول له والله ده القران وربنا قال كذا وكذا وكذا والرسول قال كذا وكذا وكذا، يقول لك بس انا ولا مؤمن بقرانك ولا مؤمن بدينك ولا مؤمن برسولك. فهنا انا هحتاج ان انا اثبت له الكلام دوت بادله ايه؟ عقليه. ادله ايه؟ عقليه. طيب علم الكلام هنا بقى هو اللي هيثبت ده بالادله العقليه. يبقى هنا ظهر علم الكلام على يد المعتزله، ونركز قوي ظهور علم الكلام ده على يد مين؟ على يد المعتزله للرد على اصحاب الملل والايه؟ والنحل. طيب ايه مظاهر، لو جه كده قال لي مظاهر الحياه والثقافه الدينيه في العصر العباسي؟ ايه المظاهر بقى بتاعه تطور الحياه الدينيه والثقافه الدينيه في العصر العباسي؟ قال لي يا باشا الموضوع سهل جدا. ايه هو؟ قال لي اول حاجه كده ظهور كتب الصحاح. كتب الايه؟ الصحاح. ايه كتب الصحاح دي؟ عندي العلماء بدأوا يهتموا بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ فنيجي مثلا نلاقي الامام البخاري رضي الله عنه. الامام البخاري احنا لغايه النهارده كاهل السنه عندنا 6 كتب اسمهم كتب الصحاح. دول اتجمع فيهم الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم واثبت صحتها. طيب الامام البخاري جمع تقريبا حوالي 60,000 حديث في الصحيح. تمام؟ طيب هل 60,000 حديث دول صحاح فعلا متاكد من صحتهم؟ ليه؟ لان الامام البخاري اصلا كان حافظ كام؟ كان حافظ 1,200,000 حديث. هو تاكد من صحه كام؟ من 60,000 بس من ال1,200,000. فالراجل ده كان بيتحرى الدقه جدا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فده احنا بيعلمنا ان احنا مش اي كلام ومش اي حديث نسمعه
نقول ونردده وخلاص على الفاضي، لا، لازم نرجع للحديث. هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا موضوع؟ علم الحديث علم كبير جدا. ربنا يفقهكم في الدين وتكونوا، او يكون حد فيكم عالم من علماء الحديث يفيدنا ويفيد الامه الاسلاميه يا رب. فهنا ظهرت كتب الصحاح زي مين؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند احمد، سنن ابي داود، سنن الترمذي، وسنن ابن ماجه. هي دي كتب الصحاح الستة اللي ظهرت في العصر العباسي وما كانتش موجودة قبل كده. طيب ايه رقم 2؟ قال لي رقم 2 تفسير وإعراب وبيان إعجاز القرآن. علماء المسلمين بدأوا يفسروا القرآن. طب هتقولي هو قبل كده ما كانش بيتفسر؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم فسر، الرسول صلى الله عليه وسلم فسر، بس ما فسرش كل القرآن. الصحابة من بعديه والتابعين بدأوا يفسروا. لكن جه في العصر العباسي علماء بدأوا يجمعوا التفسيرات دي، زي تفسير مثلا الطبري، تفسير ده أشهر التفسيرات اللي عندنا. تمام كده؟ طيب وبعد كده علماء تانية أخدوا القرآن الكريم في حتة تانية، اللي هي إعراب القرآن، يعرب القرآن كلمة كلمة. موجود دلوقتي كتب إعراب للقرآن. وكتب تالتة ظهرت لبيان إعجاز القرآن، إيه المعجز اللي فيه؟ إيه المعجز في الكلام ده؟ أعجز العرب في إيه اللي هي كانت لغتهم واللي كانوا بيفتخروا بيها في وسط العرب كلهم؟ يبقى هنا مظاهر الحياة والثقافة الدينية، ظهور كتب الصحاح، تفسير وإعراب وبيان وإعجاز الإيه؟ وبيان إعجاز القرآن. تمام كده؟ طيب في حاجة تالتة في مظاهر الثقافة؟ في كتير. أقول مثلا 3 ظهور مدارس نحوية اهتمت بالتأصيل النحوي. المدارس دي ظهرت فين؟ ظهرت في الكوفة، مدرسة الكوفة ومدرسة الايه؟ البصرة. يبقى حضرتك النحو اللي بتدرسه كله الفضل فيه يقعد فين؟ لمين؟ لمدرسة الكوفة ومدرسة الايه؟ البصرة، اللي اهتموا بالتأصيل ووضع ايه؟ علوم النحو، علوم الايه؟ النحو العربي. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن العصر العباسي بصورة تاريخية. طيب لو جينا كده خدنا العصر العباسي بقى من حيث الشعر، يبقى انا كده هتكلم عن الايه؟ الشعر في العصر العباسي. الشعر في العصر العباسي يا ولاد موضوع مهم جدا جدا جدا. ايه اللي حصل في الشعر في العصر العباسي؟ قال لي ازدهر الشعر في العصر العباسي. طب ازدهر في ايه؟ قال لي لو جينا خدنا كده سمات الشعر في العصر العباسي. ايه سمات الشعر في العصر العباسي؟ اول سمة كده اقوله من حيث الالفاظ، من حيث المعاني، من حيث الخيال، من حيث الاغراض. يبقى لما اتكلم عن السمات هتكلم من حيث الفاظها، المعاني بتاعتها، الخيال والاغراض. طيب لو جينا خدنا من حيث الالفاظ اقول له مالت الى السهوله. مالت الى الايه؟ الى السهوله. الالفاظ دي مالت الى السهوله. يبقى اول ما اشوف الفاظ سهله. المعاني قال لي مالت الى العمق. مالت الى الايه؟ العمق، معاني عميقه. زي ما بنقول كده المعنى جاي منين؟ من الشرخ الجواني. طيب الخيال قال لي مال الى التعقيد. بعد ما كان الخيال صافي وواضح مال الى الايه؟ التعقيد. طيب الاغراض قال لي هناك اغراض قديمه تطورت. مثل اغراض ايه القديمه اللي اتطورت؟
قال لي غرض زي المدح، الرثاء، الهجاء، الفخر، الاعتذار، الشكوى. طب يقول لك اديني مثال، اقول لك والله الموضوع سهل. تعالى مثلا كده لو جينا خدنا الاعتذار. الاعتذار قديما في العصر الجاهلي هنيجي مثلا النابغه الذبياني بيعتذر للملك ابن النعمان بن المنذر، فبيقول له ايه؟ فلا تتركني بالوعيد كأنني مطلي به القار أجرب. حد فاهم حاجة؟ لا، ما حدش فاهم حاجة. هو هنا الشاعر بيقول له فلا تتركني بالوعيد، انت توعدتني بالقتل وسبتني، بقيت عامل زي الجمل الاجرب اللي مدهون زفت. عارفين الزفت اللي بيتحط على الاسفلت ده؟ هو بيقول له ايه؟ انت توعدتني بالقتل وسبتني، بقيت عامل زي الجمل الاجرب اللي مطلي به القار، الناس كلها بتبعد ايه عنه، ما حدش عايز يقرب ايه منه. فده غرض اعتذار. طب غرض الاعتذار بقى حديثا، ابو نواس بيعتذر، فبيقول ايه ابو نواس؟ قال له بك استجير من الردى واعوذ من سطوات بأسك. بك استجير من الردى يعني من الهلاك، واعوذ من بطشك وقوتك. خلاص وانتهى الموضوع، واعتذر له عليه على طول. طيب من الاغراض كمان في الرثاء، لو جينا خدنا الرثاء كموضوع، الرثاء تغير من رثاء الانسان الى رثاء الحيوان. واحد عنده كلب مات، واحد عنده قطه ماتت يرثيها، بدل ما كان الرثاء قبل كده كان ايه بيتكلم عن الايه؟ عن رثاء الانسان اللي هي ذكر محاسن الميت. كلمه رثاء يعني ذكر محاسن الميت، يعني الراجل بعد ما يموت اقول ده كان وكان 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 وكان. تمام كده. دلوقتي نقلوه ان هو يرثي الايه؟ الكلب، الحيوان، اعزكم الله، الكلب او القطه يعني. ده بالنسبه للاغراض القديمه. طيب لو رحنا كده قلنا ظهور اغراض جديده، في اغراض جديده ظهرت. زي ايه الاغراض الجديده اللي ظهرت؟ قال لي خد عندك يا سيدي وصف الدور والقصور. ما هو بقى عندي قصر عمرنا ما شفناه في بلاد العرب، ابدا اوصف الدار ده والقصر. وصف البرك والنوافير. البرك هنا بمعنى حمامات السباحه، النوافير او النافورات اللي هي ايه؟ النافوره، جمع ايه؟ نافوره. بداوا يوصفوها. وصف الطبيعه. الطبيعه، الانسان العربي طول عمره عايش في الصحراء، طب لما يشوف سهول ويشوف زرع ويشوف حدائق وبساتين، يشوف جبال لبنان وهي فيها اشجار الارز والسلوك مغطياها، الكلام ده كله بيثير عاطفه الشاعر انه يبدا يتكلم عنها. يبقى ظهور الدور والقصور، وصف البرك والنوافير، وصف الطبيعه وغيرها من الاغراض اللي ظهرت في العصر العباسي. كمان في غرض زي الغزل مثلا. الغزل عندي كام نوع؟ نوعين. في غزل غزل عفيف، وبقول عليه معنوي، وبقول عليه بدوي. يبقى الثلاث معاني دول هما الغزل العفيف. طب الغزل الصريح النوع الثاني، غزل الصريح بقول عليه غزل حسي، وبقول عليه غزل حضري. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قال لي ده الغزل المعنوي يتناول محاسن المرأة المعنوية، إنما ده بيتناول مفاتن المرأة الجسدية
وشها، عينيها، خدها، كتفها، شعرها، تمام كده. طيب مين اشهر شعراء الغزل العفيف؟ قال لي اشهر شعراءه هو العباس ابن الاحنف. طب اشهر شعراء الغزل الصريح ابو نواس، وواحد اسمه مطيع ابن اياس. مطيع ابن ايه؟ ابن اياس. يبقى دول اشهر شعراء الغزل الصريح والعفيف في العصر الايه؟ العباسي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الشعر في العصر العباسي، اهم سماته، ايه الاغراض بتاعته، ايه الفاظه، معانيه، خياله، ونركز قوي في الجزئيه دي، الجزئيه بتاعت الايه؟ دي تتحفظ قوي يا شباب، عشان دي بيسال فيها كتير. الالفاظ تقول له مالت للسهوله، المعاني مالت للعمق، الخيال مال الى التعقيد، الاغراض اغراض قديمه اتطورت، واغراض جديده زي وصف الدور والقصور، وصف البرك والنوافير، وصف الطبيعه وغيرها. خلاص كده، وبكده نكون انتهينا من الشعر. طب لو رحنا بقى خدنا النثر، لو اتكلمنا على النثر في العصر العباسي، احنا اتفقنا يا شباب ان العصر العباسي اطول العصور الادبيه. العصر العباسي اتقسم لحاجتين، او تقسموه العلماء لعباسي اول، وده انتوا خدتوه في الدراسات قبل كده، وعصر عباسي تاني. طيب العباسي الاول ده قالوا عليه اسمه العصر ليه؟ العصر الذهبي. العصر ليه؟ الذهبي. وده اللي هو اول 100 سنه بس، من 132 ل 232 هجريه. انما ده سموه ايه؟ عصر الضعف. عصر الايه؟ الضعف والانحدار، اللي هو الفتره اللي بعد كده من 232 هجريه ل 656 هجريه. والعصر دوت نشأ فيه حاجه اسمها عصر الدويلات. عصر الايه؟ الدويلات. ايه عصر الدويلات دي يا شباب؟ عصر الدويلات اما اجي اقول لك ما المقصود بالدويلات، اقول له دي عباره عن دول استقل بها امراؤها عن الخلافه العباسيه. زي ايه؟ زي مثلا اما اقول لك الدوله الايوبيه. الدوله الايوبيه اللي ظهرت في مصر، وبعدها دوله المماليك، وبعد كده الدوله الطولونيه، الدوله الاخشيديه. كل دي اسمها عصر الدويلات. عصر الايه؟ الدويلات. يبقى عصر الدويلات دوت دول استقلت عن الخلافه العباسيه. طب ما تيجي هنا ناخد الدوله الايوبيه. الدوله الايوبيه بتاعت صلاح الدين، قال لي ماذا جنى؟ يجي لي سؤال كده يقول لك ماذا جنى كتاب الدوله الامويه او اسف العباسيه وبخاصة الأيوبية ممن سبقهم. أقول له جنوا إيه؟ أقول له جنوا ثمار النهضة. جنوا ثمار الإيه؟ النهضة. يعني إيه؟ الكتاب بدأ، اشمعنى الشاعر بس اللي يعبر عن نفسه ويعبر عن ذاته ويقول اللي هو عايزه، واحنا كتاب ملناش غير ان احنا نكتب الرسائل الديوانية، الرسائل الإخوانية، الرسائل الدينية؟ لا، احنا عايزين احنا كمان نعبر عن نفسنا. طب نعبر عن نفسنا ازاي؟ هيطلع مصطلح جديد او فن جديد اسمه فن الرسائل الوصفية. الرسائل ايه يا شباب؟ الوصفية. ايه هي الرسائل الوصفية؟
اقول له الرسائل الوصفيه هي رسائل يعبر فيها الكاتب او الاديب عما يدور في وجدانه وما يشعر به من أحاسيس. يعني الكتاب بقوا زي الشعراء، بدأوا يعبروا عن اللي جواهم. طيب أجي أقول لك الرسائل الوصفية مين أشهر كتابها؟ أشهر كتاب الرسائل الوصفية شاعر اسمه أو كاتب اسمه إيه؟ العماد الأصفهاني. مين هو العماد الأصفهاني؟ ده رئيس ديوان الرسائل أو الكتابة في عهد صلاح الدين الأيوبي. في عهد صلاح الدين الإيه؟ الأيوبي. يبقى الراجل ده اسمه إيه؟ العماد الإيه؟ الأصفهاني. طيب أجي أقول لك إيه سماتها؟ سمات الرسائل الوصفية. سمات الرسائل الوصفية زي سمات النثر بالظبط، زي سمات النثر. هقول لك أول سمة فيها سهولة الألفاظ. 2 شيوع المحسنات البديعية وخاصة السجع. 3 الاعتماد على الأسلوب الخبري مش الإنشائي. الأول كانت الرسائل أو النثر في العصر العباسي أو في العصر الأموي أو في عصر صدر الإسلام كان التنوع ما بين الخبر والإيه؟ والإنشاء. إنما هنا الاعتماد على الأسلوب الخبري لتقرير الوصف. أقول له يقول لي ليه؟ أقول له لتقرير الوصف. هو بيوصف يبقى لازم يأكد عليا، يبقى الأسلوب الخبري هو اللي بيستخدم للإيه؟ للتقرير بتاع الإيه؟ الوصف. طيب إيه كمان؟ قال لي التأثر بالقرآن الكريم. بيتأثروا بالقرآن الكريم. هتقول لي طب ما هم من زمان بيتأثروا بالقرآن الكريم من عصر صدر الإسلام. ماشي، ما هم لسه ما زالوا بيتأثروا، دول مسلمين. 5 التداخل مع الشاعر، ودي جديدة. إيه التداخل مع الشاعر؟ يعني تلاقي الكاتب بيكتب رسالة وراح حاطط فيها مدخل فيها بيت شعر. أول ما أشوف بيت شعر في الرسالة ويقول لي إيه السمات اللي فيها؟ أقول له التداخل مع الشاعر. التداخل مع الإيه؟ مع الشعر. فدي سمات الرسائل الوصفية، وأقدر آخد السمات دي كلها للنثر. هي فين؟ موجودة في الإيه؟ في النثر. يبقى سهولة الألفاظ، شيوع المحسنات. رقم 6 قلة الصور الخيالية. الصور الخيالية قليلة. طب ما هو لازم في النثر يكون الصور الخيالية ايه؟ قليلة. يبقى دي سمات الرسائل الايه؟ الوصفية. وبكده يكون انتهينا من العصر العباسي وسماته، واتكلمنا عن تاريخه، واتكلمنا عن الشعر وتطور الشعر فيه وتطور النثر، وبالذات الرسائل الوصفية دي مهمة جدا. وده السؤال اللي هيجي لك. حتى النص اللي عندك في النثر كان الرسالة بتاعت العماد الايه؟ الأصفهاني في وصف ايه؟ في وصف مصر الحبيبة. طيب عايزين نتابع بقى مع بعضينا. هتلاقوا في الفيديوهات عندكم حل كتاب الامتحان على الأسئلة على الايه؟ العصر العباسي. طيب نبدأ بقى ناخد النحو ونراجع النحو كده من البداية. أسلوب الاستثناء. تعال نتكلم كده بقى مع بعض كده عن ايه؟ أسلوب الاستثناء. يعني ايه أسلوب استثناء؟ ايه هو الاستثناء أصلا؟ الاستثناء قال لي معناه هو إخراج حكم ما بعد الأداة عن حكم ما قبلها. مش فاهم يعني ايه الكلام ده؟ سهلة وبسيطة. تعالى كده خليك معايا. لما اجي اقول لك ايه؟ حضر الطلاب إلى المدرسة إلا طالبين.
واقول لك ايه اللي حضرتك فهمته، هتقول لي والله انا فهمت من الكلام اللي انت قلته دوت ان الطلاب كلهم حضروا ما عدا الطالبين دول ما حضروش. يبقى انا كده ايه، خرجت حكم اللي بعد الاداه، ما هي دي الاداه. حكم اللي بعدها الطالبين دول ما ايه، ما حضروش، عن حكم ما قبلها ان دول كلهم حضروا ودول اللي ايه، ما حضروش. هو ده تعريف اسلوب الاستثناء. طيب اسلوب الاستثناء بيتكون من ايه؟ ها، تكوين اسلوب الاستثناء. اسلوب الاستثناء ده بيتكون من ايه؟ حاجه بسيطه جدا، ركز معايا. اسلوب الاستثناء بيتكون من 3 حاجات. الاول كده المستثنى منه. بعد كده بيجي لي اداه الاستثناء. بعد كده بيجي لي المستثنى. يبقى المستثنى دايما يا شباب بيجي بعد ايه؟ بعد الاداه مباشره. المستثنى منه بيكون جزء من او المستثنى بيكون جزء منه. ازاي يعني؟ مش فاهم. تعالوا كده نشوف. هي فين الاداه عندي فوق في الجمله اللي فوق؟ الا. برافو عليكم، دي الاداه. يبقى اللي بعدها على طول ده هو الايه؟ المستثنى. طب الطلاب دول جزء من مين؟ من الطلاب دول، يبقى ده المستثنى منه. طيب المستثنى منه ده بيتعرب ايه؟ قال لي يعرب حسب موقعه في الجمله. يعني ملوش اعراب ثابت، حسب موقعه. طيب المستثنى على حسب نوع الاستثناء. ايه ده، هو لسه في نوع تاني؟ ده ايه ده؟ معلش طول بالك معايا وخليك واحده واحده. احنا عرفنا كده ان اسلوب الاستثناء بيتكون من ايه؟ مستثنى منه، اداه الاستثناء، والمستثنى. طيب اداه الاستثناء لازم احفظها الاول عشان هي اللي هتبين لي في استثناء ولا لا. ايه هي ادوات الاستثناء؟ ركز معايا كده. ادوات الاستثناء بتنقسم ل3 حاجات: حرف، وفعل، واسم. يعني في ادوات بتبقى حروف، في ادوات تانية بتبقى افعال، في ادوات تالتة بتبقى اسماء. طب ايه الحروف؟ اشهر حرف احنا حافظينه وعارفينه هو الا. هو ايه؟ الا. طب في حروف تاني؟ قال لي فيه 3 حروف اللي هم خلا، عدا، حاشا. طيب ماشي انا معاك. طب الافعال؟ قال لي برضه هم ال3 دول افعال: خلا، وعدا، وحاشا. وبعدين بقى في المشكله دي، لا عادي ما تزهقش، وفي عندي ما عدا وما خلا. تمام كده يا شباب؟ يبقى الحروف عندي الا، خلا، عدا، حاشا. الفعل خلا، عدا، وحاشا. ما عدا وما ايه؟ ما خلا. مفيش محاشا، مش هنحشي النهارده ولا ورق عنب ولا كرنب. خلينا كده نحفظها كده: ما عدا، ما خلا، مفيش محاشا. الاسم عندي ايه في الاسماء؟ قال لي في الاسماء هم اسمين بس في اللغه العربيه، اللي هم غير وسوى. غير وايه؟ وسوى. يبقى انا كده لازم اول حاجه هشوف ادور عليها في الجمله اللي مديها لي هي اداه الاستثناء، موجوده ولا لا. هي ايه الادوات؟ الا، خلا، عدا، حاشا. ما عدا، ما خلا. غير وايه؟ وسوى. احفظهم كده: حروف، افعال، اسماء. لقيتهم؟ شكرا، انا كده متشكر لحضرتك. كده انت ايه؟ في اسلوب استثناء. اللي بعد الاداه على طول هيبقى المستثنى، واللي قبلها المستثنى ايه؟ منه. طيب خلصنا دي. قال لي طيب تعالى بعد كده عندك حاجه اسمها انواع اسلوب الاستثناء. ايه ده، هو كمان الاسلوب ليه انواع؟ ليه انواع. ليه كام نوع؟ قال لي 3 انواع: تام، مثبت، تام، منفي، ناقص، منفي. امشي معايا واحده واحده. انا لقيت الجمله فيها اداه استثناء واحنا حفظناها: الا، خلا، عدا، حاشا. ما عدا، ما خلا. غير وسوى. 8 هم لقيتهم. يبقى انا كده في اسلوب استثناء. طب انا عايز احدد نوع الاسلوب عشان اعرف اعرف المستثنى. طب نوع الاسلوب ايه؟ تم مثبت، تم منفي، ناقص منفي. طب انا اعرفه منين؟ قال لي خد معايا كده وركز معايا. ادي التم المثبت. كلمه مثبت يعني ايه؟ يعني مفيش اداه نفي. اهو: لا يسبق باداه نفي.
ما يكونش الاسلوب ده في بدايته اداه ايه؟ نفي. طب التام المنفي وناقص المنفي قال لي يسبق باداه ايه؟ نفي. معلش نعيد مع بعض تاني، انا عارف ان انتوا شاطرين وعارفين ادوات النفي. هي ادوات النفي قال لي ما، لم، لن، لا، ليس، هل والهمزه. هل والهمزه كاستفهام، يبقى السؤال بيعامل معامله النفي. لقيت ما، لقيت لم، لقيت لن، لقيت لا، ليس، هل والهمزه قبل الاسلوب، اعرف ان هو اصبح منفي. اصبح ايه؟ منفي. طب ايه موضوع تام وناقص؟ بصوا يا شباب، الموضوع سهل جدا. عشان نفرق ما بين التام المنفي والناقص المنفي ممكن تستخدم طريقتين. يعني مثلا ما اقول لك ايه، جمله كده اقول لك ايه، ما حضر الطلاب الامتحان الا طالبين. واقول لك ما حضر الا طالبين. ليك حرية الاختيار في ان انت تستخدم اي طريقة من الاتنين، بس تركز في الطريقتين. الطريقة الاولى اللي عايز حضرتك تبقى واخد بالك منها اللي هي احذف الا واللي بعدها كله. واللي بعدها ايه؟ كله. الا شوفها فين واحذفها، هي واللي بعدها كله، اللي هي الاداة واللي بعدها كله. بعد كده نقرا الجملة. نقرا الايه؟ الجملة. لما تيجي تقرا الجملة هيطلع لك حاجتين او حالتين، يا اما هتفهم الجملة يا اما مش هتفهم. والله قال لك لو فهمت تبقى تام، ما فهمتش تبقى ناقص. طب ما تيجي نجرب كده. بقول ما حضر الطلاب الامتحان الا طالبين، ادي ايدي كده على الا واللي قبلها، فقال لي ما حضر الطلاب الامتحان. فهمت؟ انا فهمت ان الطلاب ما جاتش. يبقى طالما فهمت يبقى الاسلوب ده ايه؟ تام. ها، منفي عشان في اداه النفي اهي. طيب ما هو برضه الاسلوب هنا في ما، يبقى الاسلوب ده منفي. طب هو ناقص ولا تام؟ قال لي تعالى نشوف. شيل الا واللي بعدها. ما حضر، فهمت حاجه؟ هو ايه اللي ما حضر؟ ما فهمتش حاجه، صح كده؟ يبقى ده على طول ايه؟ ناقص منفي. دي الطريقه الاولى. طيب الطريقه الثانيه اعمل ايه؟ الطريقه الثانيه بقى قال لي اول حاجه كده احذف الاداه والنفي. يعني احذف اداه النفي واحذف اداه الاستثناء، وبعد كده نقرا الجمله. نقرا الايه؟ الجمله. فلما اجي هقرا الجمله هيطلع لي حاجتين، يا اما فهمت يا اما ما فهمتش. هنا بقى العكس. يعني ايه العكس؟ لو فهمت هتبقى ناقص، لو ما فهمتش هيبقى تام. ما تيجي نشوف. حضر الطلاب الامتحان طالبين. هو في حاجه اسمها حضر الامتحان حضر الطلاب الامتحان طالبين؟ لا، ما انا كده ما فهمتش. طالما ما فهمتش يبقى تام. طب هنا لما احذف ما واحذف الا يبقى حضر طالبين. حضر طالبين، انا فهمت ان طالبين جم. طالما فهمت يبقى ناقص. الطريقتين عند حضرتك، اختار الطريقه اللي تريحك. الطريقه اللي انت شايفها اسهل استخدمها. المهم تطلع لي نوع الاسلوب صح. نوع الاسلوب صح. بعد كده ندخل على اعراب المستثنى او المستثنى بايه. هناخد الاول كده ايه؟ المستثنى بإلا. ناخد المستثنى بإلا الأول. قال لي والله المستثنى بإلا ده حضرتك النهارده لو لقيت لي، احنا عارفين المستثنى هو اللي بيجي بعد الأداة. قال لي لو لقيت الأسلوب تام مثبت وممكن تلاقيه تام منفي، وعرفنا ازاي هنفرق ما بينهم وبين التام أو الناقص المنفي. أنا والله لقيت إلا، عرفت إن في أسلوب استثناء.
استخدمت طريقه من الاثنين، فعرفت ان الاسلوب تم مثبت، او عرفت ان هو تم منفي او ناقص منفي، وعرفنا الطريقتين هنجيبهم ازاي. قال لي والله لو لقيته تام مثبت يبقى المستثنى هيعرب ايه؟ قال لي يعرب مستثنى منصوب وجوبا. مستثنى منصوب ايه؟ وجوبا. طب لو لقيته تم منفي، قال لي والله هنا هتعربه مستثنى منصوب جوازا او بدل، والبدل بياخد اعراب ما قبله، ياخذ اعراب المستثنى منه. يعني لو مرفوع يبقى مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور. طب الناقص المنفي قال لي يعرب حسب موقعه، يعني يطلع فاعل، يطلع مفعول، يطلع خبر، يطلع مبتدأ مؤخر، يطلع زي ما يطلع. طب ما تيجي نجرب كده ونشوف. لما اجي اقول لك ايه؟ قطفت الازهار الا زهره، واجي اقول لك اعرب لي زهره. حضرتك اول حاجه هتعملها في اداه استثناء ولا مفيش؟ ادي الاداه، برافو عليك. طب هو عايز يعرب كلمه زهره، فده المستثنى، صح كده؟ طيب الازهار دي جزء من مين؟ من الازهار، يبقى ده المستثنى منه، ودي طبعا الاداه. طيب خلاص انا عرفت كده ان عندي اسلوب استثناء. قلنا الخطوه الثانيه حدد نوع الاسلوب. ابص كده في الاول في اداه استثناء هنا؟ والله ما في، يبقى ده تام ايه؟ مثبت. يبقى الاسلوب هنا نوعه ايه؟ تام مثبت. وقلنا طالما تام مثبت يبقى الكلمه دي تتعرب ايه؟ هعربها مستثنى منصوب وجوبا. مستثنى منصوب ايه؟ وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. تمام كده يا شباب؟ طيب تعال نشوف جملة تانية. أقول لك ما قطفت الأزهار إلا زهرتين، واللي قارب لي زهرتين نفس الفكرة. الأسلوب هنا في أداة نفي ولا مفيش؟ والله ده في أداة إيه؟ نفي، يبقى الأسلوب ده منفي. طب تام ولا ناقص؟ عندك الطريقتين، يا تشيل ما وتشيل إلا وتقول قطفت الأزهار زهرتين، أنا ما فهمتش، يبقى ده تام. طب ما نأكد بالتاني، ما قطفت الأزهار، أنا فهمت، طالما فهمت برضه بتام إيه؟ منفي. يبقى أنا كده في تام منفي. وتام منفي ليه كام إعراب يا شباب؟ قلنا لسه قايلين في كام إعراب؟ إعرابين. يبقى كلمة زهرتين هنا تعرب مستثنى منصوب جوازا وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، أو هعربه بدل. طب البدل ماله؟ فين المستثنى منه؟ أهو المستثنى منه الأزهار. طب المستثنى منه هنا يعرب إيه؟ إحنا قلنا بيعرب حسب موقعه. مين اللي قطف؟ أنا. ماذا قطفت الأزهار؟ مفعول به منصوب، يبقى ده برضو إيه؟ منصوب، يبقى أقول له بدل منصوب بالياء لأنه مثنى. خلاص كده؟ طيب بصوا كده، لما أجي أقول لك إيه؟ ما قطفت إلا زهرتين. ما قطفت إلا إيه؟ زهرتين. عندي إلا الأداة، وادي المستثنى. طب فين المستثنى منه هنا؟ محذوف. طيب تعال نشوف ادي النفي، هو منفي. طب ناقص ولا تام؟ احذف إلا واحذف ما. قطفت الزهرتين، فهمت، يبقى ده ناقص. ولما تيجي تعرب الناقص احنا قلنا بيعرب حسب موقعه في الايه؟ في الجمله. طب طالما هعرب حسب موقعه في الجمله، احذف لي ما من هنا خالص واحذف لي الا من هنا خالص. قطفت الزهرتين، اعرب بقى مين اللي قطف؟ انا، تاء الفاعل. ماذا قطفت زهرتين؟ يبقى زهرتين هنا تعرب مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى، لانه ايه؟ مثنى. وبكده يكون المستثنى بإلا خلص، ويا رب اكون فدتكم بسرعه وتكونوا فهمتوا الجزئيه بتاعت المستثنى بإلا. طيب
تعالى ناخد بقى بعد كده المستثنى بغير وسوى. المستثنى بغير وايه وسوى. يعني ايه مستثنى بغير وسوى؟ احنا هنا هنستخدم غير وسوى كادوات. اول حاجه كده عايزك تعرفها، غير وسوى حراميه. غير وسوى حراميه. يعني ايه حراميه؟ يعني بتسرق اعراب المستثنى، بتسرق اعراب المستثنى اللي بعدها. امال المستثنى اللي بعدها اعربه ايه؟ قال لي ما هي غير وسوى زي كل وجميع. فاكرين كل وجميع كنا بنقول بعدهم مضاف اليه؟ ما هي غير وسوى بعدهم مضاف ايه اليه. يبقى المستثنى اللي بعد غير وسوى بيجي عليهم بعدهم على طول ايه؟ مضاف اليه. طب وايه هي غير وسوى تتعرب ايه؟ قال لي تعرب او تسرق اعراب المستثنى. يعني هو لو تم مثبت هتبقى اسم منصوب على الاستثناء وجوبا. طيب لو تم منفي اسم منصوب على الاستثناء او بدل. طب ناقص منفي حسب موقعها في الجمله، حسب موقعها في الايه؟ في الجمله. فهنشوف اعراب الكلمه اللي هي عند المضاف اليه دي ايه، وبعد كده اخدها لغير وسوى. قال لي طيب في ملحوظه ثانيه. ايه هي الملحوظه الثانيه؟ قال لي غير تعرب بحركات ظاهره. ليه يا عم هو في حاجه ثانيه؟ قال لي ما انا عندي سوى. سوى تعرب بحركات مقدره. ليه؟ لأن آخرها حرف علة. مش هينفع أقول سواو وسواو وسوا، لا مش هينفع. في تعذر هنا في النطق، فتعرب بحركات إيه؟ مقدرة. طيب مستثنى بغير وسوا، تعال نشوف بقى بتيجي إزاي. أقول لك شاهدت الأفلام إلا فيلما. قلت لك ضع غير مكان إلا وغير ما يلزم. حضرتك هتعمل ايه؟ الأول هتحدد لي نوع الأسلوب. في إلا هنا أهو، حدد نوع الأسلوب. في أداة نفي؟ لا، الأسلوب هنا ايه؟ تام مثبت. تام ايه؟ مثبت. وطالما تام مثبت يبقى المستثنى يعرب ايه؟ مستثنى منصوب وجوبا. حلو قوي اللي انت عرفته ده، ان دي مستثنى منصوب ايه؟ وجوبا. تعال نشيل الا بقى ونحط مكانها غير. تبقى بقت ايه؟ شاهدت الافلام غيرا. طب ليه حطيت غيرا؟ عشان احنا قلنا ان غير هتسرق اعراب ده، يبقى غير هي اللي هتبقى مستثنى، واللي بعد غير هتبقى مضاف اليه، فاقول فيلم. يبقى شاهدت الافلام غير ايه؟ فيلم. طيب يجي لك السؤال بطريقه تانية، يقول لك ايه؟ ما حضر غير معلمين. ما حضر غيره ايه؟ معلمين. وراح قال لك اعرب غير واعرب معلمين. والله احنا عارفين اللي بعد غير وسوى بيعرب مضاف اليه مجرور. مجرور بايه هنا؟ ده مثنى مجرور وعلامه جره الايه؟ الياء. طب غير بقى تتعرب ايه؟ انا هنا اول ما اشوف غير هعتبر ان هي مش موجوده واحط مكانها الا. دي مش موجوده احط الا مكانها، يبقى ما حضر الا معلمين. خليك معايا واحده واحده، شيل غير وحط ايه؟ الا كده في دماغك. وشوف نوع الاسلوب، في نفي؟ في نفي، يبقى الاسلوب هنا منفي. طيب هل هو تام ولا مثبت؟ شيل ما وشيل الا. حضر معلمين، فهمت؟ انا فهمت. يبقى ده ناقص، وطالما ناقص منفي يعرب حسب موقعه. طب ما يلا كده نعرب مين اللي حضر؟ المعلمين. يبقى المعلمين دي المفروض تعرب ايه؟ فاعل. تقوم غير سرقاه تبقى غير هي تعرب ايه؟ غيره. تبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ليه ما قلتش مقدرة؟ لأنها مش سوى. لأنها مش ايه؟ مش سوى. خلاص كده يا شباب، يبقى احنا كده خلصنا المستثنى بغير وسوى. وركزوا في التركتين اللي انا قلتهم لك دول. طيب بعد كده هناخد المستثنى
بخلا وعدا وحاشا. لو فاكرين يا شباب في الاول خالص انا قلت خلا وعدا وحاشا دول بيعربوا ايه؟ او بيبقوا ادوات، بيبقوا حروف، وبيبقوا افعال، بيبقوا حرف وبيبقوا فعل. قال لي والله لو اتعاملت على ان هم حرف هيبقوا حرف جر زي من وفي وان وعن وعلى والى والكاف واللام والباء اللي احنا حافظينهم. يعني معنى كده يا مستر ان الكلمه اللي بعدهم هتعرب ايه؟ هتعرب اسم مجرور. تعرب اسم ايه؟ مجرور. طب لو اعتبرتها ان هي فعل يبقى اللي بعدها مفعول به منصوب. مفعول به ايه؟ منصوب. طيب في حاجه تاني؟ لا، انت شفت خلا وعدا وحاشا مالكش دعوه بنوع الاسلوب بقى، ولا تم منفي ولا ناقص منفي ولا الكلام ده كله. شفت خلا عدا حاشا اعتبر ان اللي بعدها حاجه من الاثنين، يا اسم مجرور يا مفعول به منصوب. طب انا هختار اللي انا اللي انت عايزه، وعلى حسب الاختيار اللي عندك ممكن ما اجيبها لكش مجروره خالص، ممكن اجيبها لك منصوبه، يبقى انا خلاص هختار النصب. طب جابها لك الاثنين يبقى اختار الاولى والثانيه او الثانيه والثالثه او الاولى والثالثه على حسب الاختيارين ما هو مديهم لك. قال لي بس خلي بالك في خلا وعدا وحاشا وما عدا وما خلا. قال لي خلي بالك. اخلي بالي من ايه يا مستر؟ قال لي خلي بالك من حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ قال لي الاول كده كلمه خلا لو جت بمعنى فرغ او انتهى اللي بعدها فاعل، وده مش اسلوب استثناء. نفس الفكرة كلمة عدا لو جت بمعنى جري، جرى جري، برضو تيجي بمعنى فاعل ويجي بعدها فاعل، مش اللي بعدها هيبقى مفعول به ولا اسم مجرور لان ده مش اسلوب استثناء. مش فاهم برضو؟ طب ما تدينا مثال. اديك مثال اقول لك خلا الطريق من المارة. هو انا عندي اداة الاستثناء بتيجي في اول الجملة يا شباب؟ ما تشغل دماغك كده وتخليك ذكي. لا. طب خلا هنا بمعنى ايه؟ فرغ. فرغ الطريق من المرة. كده فرغ جت بمعنى فرغ، يبقى الطريق دي تعرب ايه؟ فاعل. طب ما تيجي نشوف جملة تانية اقول لك ايه؟ عدا اللاعب نحو المرمى. احنا متفقين ان احنا هنشغل دماغنا. عدا جت في اول الجملة، هو مفيش اداة بتيجي في اول الجملة. طب دي تيجي بمعنى جري، جرى اللاعب نحو المرمى. يبقى اللاعب هنا يعرب ايه؟ يعرب فاعل ولا اسم مجرور ولا مفعول به. ده المستثنى بخلا وايه؟ وعدا وحاشا. طيب لو جينا كده خدنا المستثنى بما خلا وما عدا. ماله بقى ما خلا وما عدا؟ احنا عارفين ان ما خلا دي عباره عن ايه؟ فعل. وطالما فعل يبقى اللي بعدها مفعول به منصوب بس، مفيش بقى اسم مجرور. ما خلا طول ما في ما، وما عدا يجي بعدها ايه؟ مفعول به. زي اقول لك مثلا ايه؟ شاهدت اللاعبين ما خلا، واحط لك نقط واقول لك لاعبان لاعبون لاعبين. الاول كده احنا عارفين ان دي ما خلا. ما خلا هنا هتعرب على عملة ليه؟ ده فاعل، فاللي بعدها هنا يعرب ايه؟ مفعول به منصوب. طيب هل لاعبان دي منصوبة؟ لا دي غلط. لاعبون دي منصوبة؟ لا دي غلط. لاعبين هي دي اللي الإجابة اللي صح. تمام كده؟ وبكده أكون لميت لكم بسرعة أسلوب الاستثناء. وطبعا لما تعوزوا تراجعوا أنا محلل كل الأسئلة وكل الأفكار في درس أسلوب الاستثناء وحل أسلوب الإيه؟ الاستثناء. تعالوا بينا ننتقل بقى على الدرس اللي بعده اللي هو المنقوص والمكسور والممدود، اللي هم معذبينكم في حياتكم وملخبطينكم. هنقولهم بسرعة خلال 10 دقايق بالظبط. هعرفك الفرق ما بين التلاتة وأعرفك ازاي تسنيهم وتجمعهم بطريقة سهلة جدا جدا جدا. خليك معايا وتابع ويلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم المقصور. ركز معايا في كل كلمة أنا بقولها، مش هاخد معاك 10 دقايق إن شاء الله. الاسم المقصور. إيه هو اسم المقصور؟ قال لي هو اسم يبقى ولا فعل ولا حرف، ولا فعل ولا حرف. ما لاقيش واحد ذكي يجي يقول لي إلى اسم مكسور. قال لي يا حبيبي إلى حرف، إلى حرف، ارحمني. هو إيه؟ اسم معرب. يعني إيه معرب؟
يعني مش مبني. فاكرين في تانية اعدادي؟ طبعا محدش فاكر اي حاجه، كنافه عامله شغل زي الفل. تعالى ناخد بقى الاسماء المبنيه كده قبل ما نبدا المبنيات او المبني من الاسماء. ايه المبني من الاسماء؟ قال لي خد عندك يا سيدي عد، هم 6 حاجات. الضمائر، كل الضمائر مبنيه. 2 اسماء الاشاره. طب كل اسماء الاشاره مبنيه؟ قال لي لا، ما عدا هذان وهاتان. 3 الاسماء الموصوله، ما عدا اللذان واللتان. اسماء الشرط، ما عدا اي. اسماء الاستفهام، ما عدا اي. بعض الظروف زي حيث والان وامس، كل دي ظروف ايه؟ مبنيه. يبقى اسماء الاشاره ما عدا هذان وهاتان، لان دول بيعربوا اعراب الايه؟ المثنى، بيرفعوا بالالف وينصبوا ويجروا بالياء. الاسماء الموصوله قال لي ما عدا اللذان واللتان. اسماء الشرط ما عدا اي. اسماء الاستفهام ما عدا اي. بعض الظروف زي حيث، منذ، مذ، الآن، أمس، كل دي ظروف مبنية. كل دي ظروف إيه؟ مبنية. فنرجع تاني لاسم المكسور، هو عبارة عن إيه؟ اسم معرب. خلاص عرفنا إن هو اسم معرب، آخره ألف لازمة. يعني إيه ألف لازمة؟ يعني ألف من أصل الكلمة. تمام كده؟ يبقى اسم معرب آخره ألف لازمة. قال لي مفتوح ما قبلها، يعني الحرف اللي قبلها مفتوح. يعني ايه؟ يعني تعالوا كده نشوف الكلمات دي. يعني لما اجي اقول لك الى، هتقول لي جميل، الى دي اخرها ايه؟ ياء. هقول لك لا يا حبيبي دي مش ياء. الى، انا نطقتي قلت ايه؟ الى ده الف. الف دي اسمها الف ايه؟ لينه، مش الي. دي مش ياء، دي ايه؟ الف. هتقول لي تمام، ما دي اخرها الف لازمه، مش هينفع تحذف، ومفتوح ما قبلها، يبقى دي اسم ايه؟ مكسوره. اقول لك لا يا حبيبي ده مش اسم ايه؟ مكسور. ده ايه؟ ده حرف. والحرف احنا قايلين ان التعريف لازم يكون اسم. طيب هتقول لي ماشي، يبقى ده حرف مش معايا. طب لو جيت قلت لك سعى، هتقول لي ما هنا الف ومفتوح ما قبلها. هقول لك برضو لا، لان سعى ده عباره عن ايه؟ عن فعل، وانا طالب اسم. هتقول لي بقى ماشي. طب هذا اسم اهو، واخره الف ولازمه ومفتوح ما قبلها. اقول لك برافو عليك، ده اسم بس مش مكسور. ليه؟ لان ده اسم مبني. اسم ايه؟ مبني. امال ايه يا مستر بقى؟ انت جننتنا بقى معاك. ولا ايه لا نافعه ولا ساعه نافعه، ما احنا قلنا هنمشي معاها. هو اسم يعني ولا حرف ولا فعل، ولازم يكون الاسم ده ايه؟ معرب، واخره الف لازمه مفتوح ما قبلها. زي ايه؟ زي ما بقول لك مثلا كلمه رضا، رنا، هدى، كبرى، صغرى، عظمى، مصطفى، مستشفى. تعالى كده نشوف الكلمات دي. رضا اسم معرب، اخره الف مفتوح ما قبلها. تمام. رنا اسم اخرها الف مفتوح ما قبلها. هدى اسم. كبرى. مصطفى. مستشفى. يبقى كل دي اسماء ايه؟ مقصوره. اسماء ايه؟ مقصوره. يبقى اول حاجه كده في التعريف في دماغك اسم ومعرب واخره الف ومفتوح ما قبلها. ادي ال4 شروط بتوع الاسم المكسور. طيب انا بقى هستخدم الاسم المكسور ده في ايه يا مستر؟ قال لي الاسم المكسور عندك يا حبيبي بتستخدمه في التثنيه والجمع عشان تعرف تثني وتجمع. تثني وتجمع احنا هنرجع لابتدائي تاني. ما انت عشان حضرتك هتغلط. اقول لك كبرى تقول لي كبرتان. لا، ما هو فيش حاجه اسمها كبرتان، دي ليها طريقه. الاسم المكسور هنا ليه طريقه في التثنيه وفي الايه؟ في الجمع. قال لي خد بالك بقى كده، اول ملحوظه، هو الاسم المكسور ده بيعرب ايه؟ قال لي يعرب حسب موقعه في الجملة. يعرب حسب موقعه في الايه؟ في الجملة. وركز بقى في اللي جاية دي. بحركات مقدرة.
للتعذر، بحركات مقدرة للايه؟ للتعذر. يعني تقول لي مرفوع بضمة مقدرة، منصوب بفتحة مقدرة، مجرور بكسرة مقدرة، واوعى تنسى الاسم المكسور بيعرب حسب موقعه في الجملة بحركات مقدرة. طب انا سني واجمع ازاي؟ سهلة جدا. بص يا سيدي، لما تيجي تسني التثنية وجمع المؤنث، تثنية وجمع الايه؟ المؤنث ليهم طريقة، وجمع المذكر ليه طريقة تانية. تعال نشوف كده هسني ازاي. قال لي بص يا سيدي، لو انت عايز تسني تخلي الاسم ده مثنى، الاسم المكسور ده عايز تسنيه او تجمعه جمع مؤنث، تعمل ايه؟ اول خطوة شوف لي الالف ده هل هو الحرف الثالث ولا الرابع خامس سادس؟ قال لي لو الالف ثالثة، الالف ثالثة، لو الالف هي الحرف الثالث حضرتك هتعمل ايه؟ قال لي والله لو مرسومه الالف طويله تقلب ياء واو. طب لو مرسومه لينه يا مستر تقلب ياء. وبعد كده نحط العلامات. بعد كده نعمل ايه؟ نضيف العلامات. بعد كده نضيف العلامات. ايه نضيف العلامات دي؟ علامات التثنيه والجمع. مش انا في المثنى بضيف الف ونون في حاله الرفع وياء ونون في حالتي النصب والايه؟ والجر، والف وتاء في جمع المؤنث. طيب ماشي، خلينا مع بعض. يعني لما اجي اقول لك كلمه رضا، قلت لك سنها لي، احنا اتفقنا هنعمل ايه؟ قال لي لو الالف مرسومه، الالف دي الحرف رقم كام؟ 3. الحرف رقم كام؟ 3 اهو. قال لي طب لو تالتة الالف مرسومه طويله اقلبها واو، اهو قلبتها واو، اهو قلبتها واو، اهو قلبتها واو. وبعد كده قال لي ضيف الايه؟ ضيف العلامات. يبقى اقول رضوان، رضوين، رضوات. صعبه؟ ما فيهاش اي حاجه. انا بشوف الالف لو الحرف الثالث مرسومه طويله اقلبها واو واحط العلامات. طب لو مرسومه ياء، زي مثلا ما اقول لك ايه؟ هدى. هتقول لي حضرتك لسه قايل لو الالف الحرف الثالث ومرسومه لينه تقلب ياء تبقى اسمها ايه؟ هدى يان. هدى، وزود العلامات تبقى هديان، هديين، هديات. خلاص كده؟ دي لو الالف ايه؟ ثالثه. طيب لو الالف رابعه، رابعه فاكثر، اعمل ايه؟ يعني لو الالف الحرف الرابع او الخامس او السادس، زي كلمه ايه؟ زي كلمه مصطفى. او بلاش مصطفى دلوقتي، خلينا مصطفى معانا. لو الالف هنا ايه؟ زي كلمه كبرى. لو زي مصطفى هنا رقم كام؟ 5. طيب لو زي كلمة مستشفى، احنا اتفقنا ان لو الالف رابعة فاكثر هعملها ايه؟ قال لي تقلب ياء. تاني كده هتعمل ايه؟ تقلب الالف على طول نقلبها ايه؟ ياء. يبقى تاني لو الالف الحرف الثالث مرسومة الف طويلة اقلبها واو، مرسومة لينة اقلبها ياء. طب لو الرابعة الخامسة الستة على طول اقلبها ياء. اقلبها ايه؟ ياء، وحط العلامات، وحط الايه؟ العلامات اللي هي علامات التثنية والجمع. يبقى انا كده كبرى، هتبقى كبرى. ادي الايه؟ ادي الايه؟ ادي الياء. تعالى بقى نضيف لها العلامات. تبقى ايه؟ كبريان، كبريين، كبريات. مصطفى تبقى ايه؟ مصطفي. قلبتها ايه اهو؟ مصطفي. حط العلامات. مصطفيان، مصطفيين، مصطفيات.
طب مستشفى. برضه هقلبها ياء. مستشفى. 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 حط العلامات بقى كده. مستشفيان، مستشفيين، مستشفيات. يبقى انت كده خلصت الاسم المكسور. طيب لو انا هجمعه جمع مذكر سالم بقى هعمل ايه؟ قال لي احذف الالف. احذف الايه؟ الالف. وبعد الالف حط العلامات. هي علامات جمع المذكر السالم ايه؟ في الرفع واو ونون، وفي النصب والجر ياء ونون. يعني لو جيت قلت لك كلمة رضا عايز اجمعها، هتعمل ايه حضرتك؟ هحذف الالف خالص، بقت رد. حط العلامات. هتبقى ايه؟ رضون ورضين. خلاص كده. طب لو مصطفى هعمل ايه في الالف؟ طير الالف، بقت اسمها ايه؟ مصطف. 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 زود العلامات بقى. مصطفون والفتحة ما ننساهاش. مصطفين. خلاص كده تبقى ايه؟ مصطفين. وبرده مصطفين في الجر، لان كده كده بيرفع بالواو وينصب بالجر بالايه؟ بالياء. هو ده الاسم الايه؟ المكسور. ملحوظة مهمة بقى جدا 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 نخلي بالنا منها. ملحوظة. الملحوظة دي بتقول ايه؟ بتقول ان ممكن يجي الاسم المكسور على وزن افعل. على وزن ايه؟ افعل. افعل دي زي ايه؟ زي ما اقول لك اسمى، ارقى، اعلى، ادنى. كل ده اسم مكسور على وزن افعل. قال لي عند تثنيته. عند ايه؟ عند التثنية والجمع للمؤنث. يعني لا كده كده هخليه ايه؟ مؤنث. اعمل ايه؟ قال لي تحول افعل الى فعلى. ركز بقى. يبقى كلمة اسمى دي قبل ما اخليها للمؤنث اخليها ايه؟ سميا. احذف الالف من الاول حطها في الاخر. ارقى رقيا، اعلى عليا، ادنى دنيا. وبعد كده اتعامل مع الاسم دوت ان هو هنا الالف ايه؟ رابعه فايه؟ فاكثر. يبقى تقلب ياء. تقلب ايه؟ ياء. بقت اسمها سمييان، سمييين، سمييات، رقييان، رقييين، رقييات، علييان، علييين، علييات، دنيايين او دنيايان، ودنيايات. دنيايات. تبقى ايه؟ دنيايات. خلي بالك من الملحوظه دي، مهمه جدا، ودي احتمال كبير جدا سؤالك في الامتحان. خلاص كده. هو ده الاسم الايه؟ المكسور. تعال بقى ننقل وناخد الاسم المنقوص. الاسم المنقوص. هما ليه سموه منقوص؟ عشان بيبقى ناقص حرف. بيبقى ناقص ايه؟ حرف. طب ايه هو الاسم المنقوص؟ قال لي هو اسم معرب زي الاسم المكسور، اسم ومعرب. اخره. اخره ايه؟ قال لي ياء لازمه. هناك كانت الف لازمه، هنا ياء لازمه من اصل الكلمه. يعني ما اقولكش كتابي تقول لي الياء اهيت اخره ياء ومكسور ما قبلها. لا يا حبيبي، الياء دي ياء المتكلم. ياء المتكلم هنا مش حرف زياده. مش ده حرف زياده، مش الف لازم، مش ياء لازمه. يبقى اخره ياء لازمه مكسور
ما قبلها. بمعنى لو جيت قلت لك الذي، هتقول لي جميل، ده اخره ياء ومكسور ما قبله والياء لازمها. هقول لك حلو، بس ده اسم ايه؟ مبني. طب لو جيت قلت لي في، طب ما هي اصلها ياء قال ياء لازمها مكسور ما قبلها، اقول لك لا ده حرف. طب هتقول لي يقضي، هقول لك جميل بس ده فعل. امال هتقول لي امال ايه؟ هقول لك مثلا ممكن تقول لي قاضي، تقول لي ساعي، تقول لي هادي، تقول لي مستغني. وفي الحالة دي قال لي ممكن اكتبها كده قاضي ساعي هادي مستغني، وتكتب قاض ساع هاد مستغن. هل الاسم ده كده يبقى مجرور؟ قال لي لا والله ما يحصل. امال قال لي ده اسمه تنوين العوض. تنوين الايه؟ العوض. ايه تنوين العوض ده؟ بيعرفك ان في هنا حرف محذوف. بيعرفني ان في ايه؟ حرف محذوف. طيب امتى اكتبها كده واكتبها كده؟ ما احنا واخدينها في اسم الفاعل الترم اللي فات. تكتب كده لما نطبق فيها كام شرط؟ شرطين، ان هي تكون نكره مرفوع او مجرور. لازم تكون نكره مرفوعه او نكره مجروره. الشرطين هم تكون نكره ومرفوعه او نكره ومجروره. يبقى لازم اطبق الشرطين، عشان كده بنقول عليه اسم ايه؟ منقوص. طب هو الاسم المنقوص ده بيعرب ايه؟ قال لي يعرب حسب موقعه في الجمله زي الاسم المكسور بالظبط. قال لي بحركات مقدره. ايه ده يعني زي اللي هناك؟ قال لي بس بيختلف في حاجه واحده. الحركات المقدره دي في حالتي ايه؟ الرفع والجر. في حالتي الرفع والجر. وحركه ظاهره اللي هي الفتحه في حاله النصب. في حاله الايه؟ النصب. تمام كده؟ يبقى تاني الاسم المنقوص اسم معرب اخره ياء لازمه مكسور ما قبله، بيعرب حسب موقعه في الجمله بحركات مقدره في حالتي الرفع والايه؟ والجر. لان في حاله الرفع والجر لو جاي نكره منصوبه نكره مرفوعه ونكره مجروره بتحذف حرف العله او حرف الياء ويعوض عنه بتنوين بالايه؟ بالكسر. خلاص كده؟ فعشان كده بنقول حركات ايه؟ مقدره في حالتي الرفع والايه؟ والجر، وحركه ظاهره في حاله الايه؟ النصب. طيب التثنيه والجمع هسني واجمع ازاي؟ هي نفس الفكره. هسني تثنيه وجمع مؤنث ليه طريقه، وجمع المذكر ليه طريقه. طيب ايه طريقه جمع التثنيه وجمع المؤنث؟ قال لي تبقى الياء، تبقى الياء، ونضيف العلامات على طول. طيب بيقول لي لو الياء محذوفه، لو الياء ايه؟ المحذوفه مش موجوده ترد الياء وبعد كده نحط الايه؟ العلامات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اجي اقول لك كلمه ساع سنها لي، هتقول لي ماشي. ساع هنا فيها ياء ناقصه يبقى خليها ساعي، ارجع الياء فاقول ايه؟ ساعيان، ساعيين، ساعيات. طب لو قلت لك قاضي قاضيان، اسيب الياء اهو واحط العلامات. قاضيين، قاضيات. طب لو قلت لك محام، اللي هي محامي يعني، لازم ترجع لي الايه؟ الياء الاول. محاميان، محاميين، محاميات. هي دي طريقه تثنيه وجمع الايه؟ المؤنث. طب في جمع المذكر هعمل ايه؟ قال لي احذف الياء وحط العلامات. يعني ايه؟ يعني لو انا كلمه قاض جايه لي كده، خلاص هي كده كده محذوفه، تبقى قاضون، قاضين. انا زودت ايه؟ ياء ونون وواو ايه؟ ونون على كلمه قاض. طيب لو جبتها لك مثلا
معطي. هتقول لي ايه؟ معطون، هحذف معطين، برضو حذفت وزودت الايه؟ العلامات. يبقى انا كده سميت وايه؟ وجمعت. تعال نروح بقى لاخر درس عندي اللي هو الاسم الممدود. يعني ايه اسم ممدود يا مستر؟ الاسم الممدود اللي هو اسم معرب اخره الف وهمزه. اخره ايه؟ الف وهمزه. الالف والهمزه دول اسم معرب اخره الف وايه؟ وهمزه، قبلها حرفين او اكتر. يعني لازم يكون في ايه؟ حرفين او اكتر. يعني ايه حرفين او اكتر؟ يعني لو جيت قلت لك كلمه ماء تقول لي والله لا، ليه؟ لان في حرف واحد بس. طب اقول لك كلمه الداء، اهو في حرف 2 3 قبليها، هتقول لي هو اخرها الف وهمزه. اقول لك برضو غلط. ليه؟ لان الالف واللام قال تعريف، هي مش موجوده، مش من اصل الكلمه، فكده كده هو حرف واحد اللي عندي، فمش هتنفع. انما لما اقول لك كلمه ابتداء، انشاء، سماء، بناء، صحراء، حسناء، حمراء، جرداء، كل دي اسماء ايه؟ ممدوده، اخرها الف وهمزه قبلها حرفين او اكتر. كل ده صح، كل ده ايه؟ صح. طيب انا بقى لما اجي اسني واجمع، قال لي قبل ما تسني وتجمع يا حبيبي لازم تعرف نوع الهمزه، ودي مهمه جدا جدا جدا. مش هعرف اسني ولا اجمع لما اعرف نوع الهمزه. نوع الهمزه، هي الهمزه دي ليها انواع؟ يا حبيبي ليها انواع. ايه انواع الهمزه؟ قال لي ركز بقى معايا. الهمزه دي ممكن تكون اصليه، وممكن تكون منقلبه عن اصل. منقلبه عن ايه؟ عن اصل. يعني ايه منقلبه عن اصل؟ هقول لك دلوقتي. وممكن تكون زايده للتانيث. زائده للايه؟ للتانيث. يبقى ركز معايا كده. الهمزات نوعها ايه؟ اصليه. منقلبه عن اصل. يعني ايه منقلبه عن اصل؟ يعني كان اصلها واو او كان اصلها ياء وانقلبت، الواو دي اتقلبت بقت همزه والياء دي اتقلبت بقت همزه. طب انا اعرف منين نوع الهمزه؟ ده سؤال حلو قوي. حضرتك هتجيب الفعل الثلاثي في المضارع. الفعل الثلاثي في الايه؟ في المضارع. تعالى كده نطلع. وكلمه ابتداء، ابتداء دي فعلها ايه؟ هتقول لي بدأ. طب المضارع منها يبدأ. ده اخرها ايه؟ همزه، يبقى دي اصليه. انشاء، نشأ او ينشأ، المضارع منها ينشأ، برضو اخرها ايه؟ همزه، يبقى دي اصليه. طب سماء، فعلها سما، طب المضارع منه ايه؟ يسمو، برافو عليك، يبقى دي اصلها ايه؟ واو. طب واو دي يعني ايه؟ يعني منقلبه. طب بناء، يبني، يبقى برضو اصلها ايه؟ ياء، يبقى دي منقلبه. طب صحراء، فعلها سحر، هنا في همزه في الاخر؟ لا. طب في واو او ياء؟ لا، يبقى دي زايده للتانيث. حسناء، فعلها حسنة. حسنة هنا النون دي همزه؟ لا. واو او ياء؟ لا، يبقى دي زايده للتانيث. حمراء، حمرة. جرداء، جردة، هي نفس الايه؟ الوضع. يبقى كده اعرف نوع الهمزه منين، ودي مهمه جدا. خلي بالك، اعرف نوع الهمزه من الفعل المضارع لما اجيب الفعل المضارع الثلاثي منه. لو لقيت اخره همزه يبقى اصليه، اخره واو او ياء تبقى منقلبه عن اصل. طب ولا اخره ولا همزه ولا واو ولا ياء تبقى زايده للتانيث. طيب اصليه، احنا لسه قايلين اصليه زي كلمه ايه؟ ابتداء، كلمه انشاء. طيب منقلبه عن واو زي سماء، منقلبه عن ياء زي بناء، زايده للتانيث زي صحراء، حسناء، جرداء، حمراء. طيب اسني واجمع ازاي بقى؟ قال لي بص يا سيدي، هنا انا بسني وبجمع جمع مؤنث بس، مفيش جمع مذكر. يبقى الاسم الممدود بيسنى ويجمع جمع مؤنث. اعمل ايه بقى؟ قال لي والله لو لقيت الهمزه اصليه، قال لي تبقى الهمزه، تبقى الهمزه، وزود العلامات. زي ايه؟ ابتداء تبقى ابتداء،
ابتداءين، ابتداءات. إنشاء تبقى إنشاءان، إنشاءين، إنشاءات. أنا سبت الهمزة وزودت العلامات. قال لي طب لو منقلب عن أصل هعمل إيه؟ قال لي مش هعمل حاجة، الموضوع سهل خالص. قال لي عندك حل من الاتنين. تبقى الهمزة أو تقلب واو، يسيبها يقلبها. يعني إيه يسيبها يقلبها؟ يعني خد عندك ممكن تقول إيه؟ سماءان، سماءين، سماوات، سماءات، آسف. سماءين، سماءات. وممكن أقلبها تبقى إيه؟ سماوان، سماوين، سماوات. دي صح ودي صح. طب انا هختار بناء على ايه؟ براحتك، ليك حريه الاختيار على حسب الاختيار اللي هو مديهولك. ساب الهمزه وحط العلامات يبقى انت صح، قلبها واو انت صح. طب اداك الاختيارين وقال لك الاولى والثانيه، الاولى والثالثه، الثانيه والثالثه، يبقى هما اللي صح الاثنين. او نقلبها واو، ما احنا قلبناها واو يا سيبناها قلبناها. نفس الفكره في بناء. ها تعال نجرب كده في بناء، تبقى ايه؟ بناءان، بناءين، بناءات. او اقلبها واو تبقى بناوان، بناوين، بناوات. دي صح ودي صح. طيب لو الهمزه بقى زايده للتأنيث تعمل فيها ايه؟ قال لي تقلب واو وبعد كده نضيف العلامات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جيت قلت لك كلمة حسناء هتعمل ايه؟ هتقلب الهمزة واو تبقى حسناء وين، حسناء وين، حسناء وات. طيب كلمة صحراء هتقول صحراء وين، صحراء وين، صحراء وات. جرداء، جرداء وين، جرداء وين، جرداء وات. وكده يكون انتهى الاسم المنقوص. وكده نتنقل نروح لايه؟ لاخر حاجه عندي اللي هي البلاغه ودرس الكنايه، ونشرحه بسرعه كده، بسرعه بسرعه، ونقول يعني ايه كنايه. الكنايه معناها ايه؟ قال لي الكنايه، الكنايه لفظ يعني كلمه قلتها، اطلق يعني اتقال، وأريد به لازم معناه، وأريد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الأصلي. يعني إيه؟ لفظ يعني كلمة، أطلقت يعني قلناه، أريد به لازم معناه، ليه معنى. الكلمة اللي أنا بقولها دي ليها معنى، أنا محتاج المعنى بتاعها مش محتاجها هي. على الرغم إن أنا ممكن آخد معناها، على الرغم إن أنا ممكن آخد معناها، بس مش ده اللي أنا عايزه في الكناية. مش فاهم، أنا اتلخبطت. اديني مثال. أقول لك تعالى، الأمورة العسولة جالها عريس. جالها إيه؟ عريس. فأمها بتقول لها موافقة ولا مش موافقة؟ فأقول لك إيه؟ احمر وجه الفتاة. هي البنت وشها احمر. احمر ليه؟ ما هي احمر دي ليها معنيين. المعنى الأصلي بتاعها أصبح لون الوجه أحمر. طب إيه المعنى اللي ليه؟ هي إمتى البنت وشها بيحمر؟ لما تبقى خجولة، الخجل أو الحياء. الخجل والإيه؟ والحياء. هو ده المعنى اللازم للمعنى الإيه؟ الأصلي، المعنى اللي بيديهولي. فهو هنا محتاج إيه؟
هو مش محتاج المعنى ده، هو محتاج لازم معناه، محتاج لازم ايه؟ معناه. فلما اقول لك احمر وجه الفتاة تقول لي ده كناية عن الخجل، كناية عن الايه؟ عن الخجل. هو ده معنى الكناية. طيب لو جيت قلت لك هي ايه انواع الكناية؟ هتقول لي والله انواع الكناية زي ما انتم شاطرين وعارفين وخدتوها، ها، كناية عن صفة، كناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. ايوه انا اعرفهم منين؟ والله لو اللازم المعنى ده طلع معاك صفه زي الخجل، يعني الخجل ده اسم ولا صفه؟ لا ده صفه، يبقى كنايه عن صفه. موصوف اللي هو الشخص نفسه اللي بيتوصف. طيب ما تيجي كده نشوف وناخد امثله. لما اجي اقول لك ايه؟ يوم يعض الظالم على يديه. يوم يعض الظالم على ايه؟ يديه. هو الظالم امتى بيعض على ايده؟ يعني ايه يعض على ايده؟ ها؟ امتى بتعض على ايدك تقدر تعمل كده؟ لما تبقى ندمان. برافو عليك، يبقى هنا في ايه؟ الندم. طب الندم ده صفة ولا موصوف؟ لا صفة، يبقى دي كناية عن صفة الايه؟ الندم. انما لما اقول لك، يجي الشاعر في بيت الشعر يقول لك ايه؟ وبنات الاهرام في سالف الدهر كفون الكلام، كفون الكلام عند التحدي. كفون الكلام عند الايه؟ التحدي. واقول لك بناة الاهرام، مين هم بناة الاهرام؟ تقول لي الفراعنه. اقول لك مفيش حاجه اسمها فراعنه، في حاجه اسمها مصريين. مصريين مش فراعنه، الفراعنه دول لكسوس، احنا ايه؟ مصريين. المصريين دول صفه؟ تقول لي لا، ده دول الاشخاص اللي احنا بنوصفهم، يبقى دي كنايه عن موصوف اللي هو الايه؟ المصريين، اللي هو الايه؟ المصريين. طيب كنايه عن النسبه بقى. نسبه يعني ايه؟ يعني انا هديك الصفه مباشره، بس لما اجي اقول الصفه ديت مش هقول الشخص ده في الصفه دي، انا هنسيبها لحاجه متعلقه بيه. هنسيبها لهدومه، لخياله، للموكب بتاعه، للقبه، للقصر، للبيت. زي مثلا اقول لك ايه؟ والمجد يمشي في ركابه. المجد يمشي فين؟ في ركابه. انا هو اديتك الصفه مباشره، اديتك صفه المجد اهي. طيب هل انا قلت للراجل ده صاحب مجد ولا قلت يمشي في ركابه؟ ها، ماشيه معاه في المحفل بتاعه او في الموكب بتاعه. ده انا قلت المجد ماشي معاه في ركابه. فهنا دي كنايه عن نسبه المجد. كنايه عن ايه؟ نسبه المجد. انا كده نسبت المجد لحاجه متعلقه بالشخص، ما قلتش الشخص ده على طول فيه المجد. يبقى انا هنا صرحت بالصفه اهو، وما نسبتهاش للشخص، لا ده نسبتها لحاجه متعلقه بيه، الركاب بتاعته. خلاص كده. يجي تاني يقول لك ايه؟ ان في ثوبك المجد. المجد صفه، بس هو قال الراجل ده عنده مجد ولا نسبها للثوب بتاعه لهدومه؟ يبقى دي كنايه عن نسبه المجد، كنايه عن نسبه المجد. طيب لما اقول ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت. مين صاحب الحوت؟ برافو عليكم، سيدنا ايه؟ يونس. يبقى كناية عن موصوف اللي هو سيدنا ايه؟ يونس. يجي احمد شوقي يقول لك ايه؟ يا ابنة اليم ما ابوك بخيل، ما له مولعا بمنع وحبس. ابنة اليم، مين بنت اليم؟ السفينة. طب السفينة دي صفة ولا موصوف؟ لا موصوف. خلاص كده. يجي الشاعر يقول ايه؟ هذه الفتاة بعيدة مهوى القرط. القرط اللي هو الحلق اللي البنت بتلبسه، فاقول لك لابسه الحلق بس مش واصل لتحت، ده معناه ايه؟ بعيدة مهوى القرط دي معناها ايه؟ طول الرقبة، رقبتها طويلة.
طول وقصر وعرض دي كلها صفات، يبقى دي كنايه عن صفه طول الايه؟ الرقبه. يبقى هو ده الكنايه. حضرتك في ملف هتطلبه مني في التعليقات وانا هبعته لحضرتك. الملف ده جامع لكل او اي حاجه تتخيلها تجيلك في الامتحان، في كل الكنايات اللي موجوده، الكنايات اللي على الصفه والكنايات اللي على الموصوف والكنايات اللي على النسبه، بالامثله بتاعتها اللي بتيجي في الامتحان. تطلبها مني عشان تبقى قفلت موضوع الكنايه خالص، تقراها مره، تقراها اتنين، تقراها تلاته، تبقى اتعودت عليها، اتعودت على شكلها، تلاقي نفسك حفظتها، واي بيت هيجيلك منهم هتعرف تحله ان شاء الله. وكده يكون الكنايه انتهت، وكده يكون انتهينا من شرح النحو، الادب، البلاغه اللي عند حضرتك. وكده تتابع معايا الحل بقى. اديك سمعت الشرح، ترجع بقى للايه؟ للاسئله في الفيديوهات اللي موجود فيها الايه؟ الاسئله وحل الاسئله وازاي نقدر نحل. هتكون ان شاء الله اتقنت الوحده الاولى اتقان تام باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي باذن الله.